محمد صلاح اسطوره ليفربول، 4 مرات هداف اقوى دوري في العالم، 3 مرات احسن لاعب في انجلترا كلها، اكتر من 320 مساهمه تهديفيه، 30 سنه النادي ما شافش درع الدوري، صلاح جه جابه لهم، 8 بطولات منهم دوري ابطال اوروبا وكاس العالم للانديه، اعظم لاعب في تاريخ الكره المصريه، فجاه اترمى على دكه البدلاء من غير ما يعرف السبب، وكل تاريخه اتمسح باستيكه، بين يوم وليله رموه تحت الاتوبيس. كلنا محمد صلاح بس مش مشهورين ولا اغنياء. غلطه صلاح ان عنده عشم وحب الشغل بقلبه، والمعادله هنا غلط، لان الشغل ما فيهوش مكان للعواطف، شغلك مش بيتك، ومديرك مش ابوك، وزمايلك مش عيلتك، هي دي قوانين الحياه دلوقتي. فعادي جدا ومتوقع جدا انك تصحى الصبح تلاقي الشغل بيقول لك شكرا يا ابراهيم مع السلامه، هو ده الديفولت، ده بقى الطبيعي. اذا كان محمد صلاح تعمل معاك كده، معلش اصل احنا مضغوطين السيزون ده، شد حيلك معانا وبعدين هنريح، المرتب هيتاخر بس يومين عشان خاطر السيوله، احنا في مركب واحده، احنا هنا عيله واحده، لازم نخلص التارجت عشان نثبت ان احنا قد المسؤوليه، مش عشان المدير يكسب اكتر ولا حاجه. يا حبيبي انت مش موظف عندنا، انت بارتنر في الشركه، السنه الجايه ان شاء الله مرتبك هيزيد. كل الكلام ده عباره عن مخدرات، ابر مسكنه عشان تفضل تجري في الساقيه وانت ساكت لحد ما تقع من طولك، وساعتها هيجيبوا ترس غيرك يكمل لف. وبصرف النظر عن ده غلط ولا صح، هو ده الواقع، هي دي الحقيقه لازم تتقبلها. وبصراحه لو انت صدقت الكلام اللي بيتقال لك ده، يبقى المشكله فيك انت مش فيهم هم. حط كل حاجه في نصابها الصحيح، عيلتك هي اهم حاجه في حياتك، شغلك زائل، وزمايلك علاقتك بيهم مؤقته مهما طالت. سنه 1979 لحد النهارده انتاجيه الموظف الواحد زادت بنسبه 65%، يعني انا وانت بنطلع شغل اضعاف اللي كان الموظفين بيطلعوه زمان. بس هل قبضنا زاد بنفس النسبه؟ لا طبعا. مرتباتنا الحقيقيه زادت بتقريبا 18%. امال الفرق بين ال 65 وال 18 دول راح فين؟ بيروح في جيوب اصحاب الشركات والمستثمرين. دراسه مرعبه عملتها مؤسسه سنتر فور كرييتيف ليدرشيب الامريكيه بيقول ان الموظف اللي معاه سمارت فون، اللي هو كلنا بقى معانا سمارت فون، بيفضل متصل بشغله 13 ساعه ونص في المتوسط في اليوم. يعني في ناس اكتر من كده. انت مش موظف، انت رهين التليفون. زمان كان جدك يرمي القلم الساعه 2 الظهر بالظبط، وعفريت الشغل نفسه ما يعرفش يوصل له لحد تاني يوم الصبح. ما كانش في حاجه اسمها بيرن اوت او احتراق وظيفي، الكلمه دي ما كانتش موجوده اصلا في القاموس الطبي. النهارده منظمه الصحه العالميه اعتبرته مرض رسمي. زمان كان في عداله في البساطه، ابن الوزير زي ابن الغفير، مدارس الحكومه مش فارقه كتير قوي عن المدارس الخاصه، نفس التليفون ابو قرص ونفس التلفزيون الصندوق اللي كان بيتحول كده زي الغساله، محدش كان بيبص للتاني. لكن دلوقتي احنا في مفرمه، السوشيال ميديا بتصدر لك حياه فيك، ضغط عصبي ونفسي مقصود عشان تفضل تجري وتلف في الساقيه وتحاول تواكب اللي حواليك وتصرف في فلوس وتفضل طول حياتك مديون، قسط المدرسه، قسط البيت، قسط. وده بيفسر لك ليه الاخلاق اتغيرت. الشغل تحول الى ساحه حرب، والبقاء للاقوى للاخبث او للاقرب للمدير. واوعى تفتكر اني بذم في حد او بقول لك لا سمح الله ما تشتغلش، اطلاقا. اشتغل، واشتغل بضمير، وابذل كل ما في وسعك. الموضوع كله بس انك محتاج تبقى فاهم عشان ما تتغفلش. الشاب اللي عنده 20 سنه دلوقتي بقيت تبص في وشه تحس انه عجوز. عشان كده بقول لك ما تبقاش عاطفي في شغلك. في شركات محترمه، اكيد في شركات محترمه، في مديرين بيراعوا ربنا في موظفينهم، اكيد في مديرين بيراعوا ربنا في موظفينهم، في ناس كويسه ومتربيه في الشغل، اكيد في، بس دول شواذ القاعده. فروح شغلك اللي اسمه شغلك، سيب مشاعرك في بيتك، خد فلوسك وروح وبس. في النهايه محدش يسحب عليه صلاح، مش عشان هو غني، لا، ربنا يبارك له ويزيده في فلوسه. اوعى تبص لحد في رزقه، اوعى، بس خد من اللي بيحصل في الحياه عبره. عايزك تقول لي في الكومنتات ايه اكتر كلمات ممكن تكون سمعتوها في الشغل كوميديه، او مواقف حصلت مع ناس انتوا تعرفوهم في الشغل. يوسف ماي سون اي لاف يو. السلام عليكم.